حياكم الله اخوان. وصلتني مقاطع فيديوية توضح كيفية جمع التبرعات لمؤسسة التنمية والإغاثة اللي تضم مستشفى الحجة ومدرسة المشارق الأهلية ومدرسة الصالحات الأهلية وكل الأشياء الأهلية والخيرية. فخلي أشوفكم هذا الفيديو اللي وصلنا ولنا تعليق عليه. أطلب أحد الإخوة أو الأخوات أن يتبرع بمبلغ 10,000 دولار على شرف العباس عليه السلام. حلو. في أحد من الإخوة أو الأخوات أكو واحد يتبرع رحم الله والديكم. لا تبخل بالمال، هذه فرصة لك. دعني أقرأ لك الآية الكريمة. اقرأ. القرآن الكريم يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. صدقوني أيها الأعزاء، أنتم تعطون بيد ورب العالمين سوف يخلف عليكم باليد الأخرى. أنت تعطي اليوم، الله بكرة راح يعوضك. الله عم يعد، الله يعد في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين، يعدك بأن يخلف يعني يعوضك. أنت تدفع 10,000 من هنا، رب العالمين أيضا يعوضك. فنريد أخ الآن أو أخت يتبرع بمبلغ 10,000 دولار على شرف أبي الفضل العباس عليه السلام. بدي أشوف يد ترتفع. منو يتبرع رحم الله والديكم؟ منو يتبرع؟ الله يرحم والديكم. طيب، في أحد الأخوة تبرع بمبلغ 10,000 دولار على حب جميع المسلمين. For the love of all Muslims. صلوا على محمد وآل محمد. هذه صار كم؟ صار عم تحسبون معي؟ اي جاي نحسب. صار 35. يا الله، الله يزيد الله يزيد. منو يزود بعد؟ منو يعطي؟ خبر مفرح أيضا من أخ عزيز وصديق أعرفه وهو دائما مصدر للخير والعطاء والكرم. هذا الأخ العزيز ما أذكر اسمه، طلب أن لا نذكر اسمه. بارك الله عليك. تبرع بمبلغ 50,000 دولار. صلوا على يعني محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. 85,000 دولار. يا الله، ألف الحمد لله فيكم أيها الأعزاء. ألف الحمد لله والشكر. 85,000 دولار على شرف الإمام العباس عليه السلام. هل يعلم العباس عليه السلام أنه سعر السرنجة بإحدى قوائم المرضى انباعت ب2000 دينار؟ هل يعلم العباس عليه السلام أنه المستشفى تحتجز الجثة لحين تسديد المبلغ المالي المتبقي بذمة المتوفي؟ يعني سواء كان 100 200 300. هل يعلم الإمام العباس عليه السلام أنه مستشفى الحجة احتجزوا لهم جندي عراقي ضحى في سبيل العرض والمقدسات لأن ما أنطى 100,000 للمستشفى، بقت 100,000 ذمته حجزوه لمن سددها يا الله طلع. وهل أيضا أكو فيديو ثاني خلي نسمع أخوان حول كيفية جمع التبرعات. فمن مجموع 450,000 400,000 تأمن 50,000 وبقي 350,000 دولار. يا الله، وشي 350 أيها الأعزاء، لا شيء قليل. فيكم تحتسبوها من الخمس من الزكاة. كثير منكم بذمته خمس وزكاة، والله ما راح يتهاون بقصة الخمس والزكاة. درهم من الزكاة الله ما راح يتهاون، ما يتهاون بها أبدا هذا الموضوع. لذلك استفيدوا من هذه الفرصة، اضربوا عصافير بحجر. ساعد هذه المؤسسة على تحقيق هذا الحلم. خلص ذمتك من الحقوق الشرعية اللي متعلقة بك، وأيضا تحصل على استقطاع من الضريبة tax deductible. حيلة شرعية tax deductible. اللي ينطي تبرعات يعفى من الضريبة في أمريكا، فهي أفيد ويستفيد باسم العباس أبو فاضل وغيرهم. هذني مقطعين اثنين وصلني، ما خفي كان أعظم. على مدى أكثر من شهرين ما طلع واحد من عندهم موضح للعالم ليش سعر المفراس أغلى من السعر الحكومي رغم أنهم مؤسسة ذات نفع عام. ليش يحجزون الجثة على 100,000 دينار؟ ليش حجزوا لهم منتسب على 100,000 دينار ضحى بأغلى ما يملك؟ ليش فتحوا لهم مصرف دم بدون موافقة وزارة الصحة وراحت ضحيتها امرأة من كربلاء المقدسة؟
ليش جاي يشتغلون بأقسام ما محصلة موافقة من وزارة الصحة؟ هل يقبل الإمام العباس عليه السلام بهذه التصرفات والإجراءات؟ اطلعوا ووضحوا للناس بورقة وقلم، مو يوميا طالع لي رجل دين يسولف لي وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويوميا مطلعين لي حديث وآية قرآنية. اطلعوا ووضحوا للناس، جاي نطلع بأدلة، عندكم إثباتات طلعوا سولفوا. أما ملتهين السقطون بصفحات وكذا هاي ما تاكل، الناس مفتشة باللبن، والنهاية ما نقول غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.